نخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردع. الإمام الشافعي زار مرة الإمام أحمد. الشافعي أكبر من الإمام أحمد، بل إن الشافعي هو شيخ الإمام أحمد. وكان الإمام أحمد يتحدث مع أهله كثيرا عن الشافعي، دائما يمدح الشافعي. الشافعي عالم، الشافعي تقي، الشافعي يقوم الليل ويصوم النهار، دائما يمدح الشافعي. أولاده اشتاقوا أن يروا الشافعي، من الشافعي هذا اللي دائما أبونا يمدحه ويثني عليه. فزار مرة الشافعي الإمام أحمد، ففرح أبناء الإمام أحمد، وكانت عند الإمام أحمد ابنة صالحة جعلت تطل على الشافعي تنظر كيف طريقة أكله، كيف صلاته. فلما جاء الليل، طبعا وضع له طعاما وأكل وكذا، فلما جاء الليل فرش له الفراش في المجلس ووضع عنده ماء لأجل أن يتوضأ به إذا أراد أن يقوم الليل. تعرف في السابق الماء في البئر، وبالتالي يحتاج إلى أن يجهز الماء لضيفه. فجعلت ابنة الإمام أحمد ترقب الشافعي، كم ركعة سيصلي، ماذا سيقرأ، ما طول سجوده وركوعه. فإذا بالشافعي يتقلب على فراشه حتى أذن عليه الفجر، ما صلى الليل ولا قرأ قرآن. فلما أذن الفجر أقبل الإمام أحمد وأيقظه للصلاة، فإذا هو مستيقظ، فخرج وصلي الفجر. فلما عاد قالت ابنة الإمام أحمد: يا أبتي، أنت تثني على الشافعي وأنت أكثر عبادة وأكثر قيام ليل منه، فلماذا تمدح كل هذا المدح؟ فسأل الإمام أحمد الشافعي، قال: يا شافعي، ابنتي تقول كذا وكذا. فقال الشافعي: نعم، أنا لم أقم الليل ولم أصلي لأني اشتغلت بأمر أحب إلى الله من الصلاة. قال: عجيب، أنت كنت نائما؟ قال: لا، إني لما وضعت رأسي على وسادتي قفز إلى ذهني قول النبي صلى الله عليه وسلم لأخي أنس بن مالك. أنس بن مالك عنده أخ صغير كان عنده عصفور يلعب به، فمات العصفور، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يمر بهذا الصغير ويقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ أبو عمير اسم الولد يكني، والنغير يعني العصفور الصغير. فكان الصغير يقول: مات يا رسول الله. فيضحك النبي عليه الصلاة والسلام ثم يعيدها يقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يقول الشافعي: قفز إلى ذهني هذا الحديث فجعلت أدرسه حتى استخرجت منه 70 فائدة. من ضمن الفوائد مثلا جواز تربية الطيور، صح، لأن الصبي كان يربي طيرا. ومن الفوائد أن السنة أنك تعطي الصغير كنية، ما تنادي باسمه خالد أحمد عبد الله، تعطيك كنية يا أبا فلان. ومن الفوائد ممازحة الكبير للصغير وأنها لا تسقط من مروءته. ومن الفوائد استعمال السجع في الكلام وأنه ألطف للإذن. يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ حتى عد الشافعي 70 فائدة. ثم قال الإمام أحمد: فبالله عليك، أيهما أنفع للأمة، أن أصلي ركعات أم أن أعطيهم 70 فائدة من حديث واحد؟ الإمام الشافعي